السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا النهارده هنعمل حاجة حلوة وطعمها رهيب وكمان سريعة، ويمكن أول مرة كده تشوفوها. ميكس كده حلويات مع بعضيها، يعني هتطلع معانا كده رهيبة. أول مرة تشوفوا قناتي متنسونوش بقى في لايك وشير واشتراك في القناة. وتعالوا بقى نسمي الله ونشوف هنعمل بقى العظمة ديت ازاي. معانا كده اول حاجه هنعملها صوص الشوكولاته الاقتصادي. معايا نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من اللبن، نص كوبايه من الزيت، ومعلقتين من الكاكاو، ونضربهم كويس جدا في الخلاط. زي ما انتوا شايفين كده هو بيبقى القوام دوت. حسب بقى الكاكاو معاكي بيبقى غامق شويه، وفي كاكاو بيبقى لون الشوكولاته زي ما انتوا شايفين كده. يعني لو عاوزه تستعمليه كانه صوص شوكولاته، يبقى هو تجيبي الكاكاو الفاتح، بيطلع معاكي بالمنظر ده شبه كده صوص الشوكولاته بالظبط. عاوزه الكاكاو بتاعك او الشوكولاته تبقى غامقه، فبتجيبي الكاكاو الغامق بيطلع معاكي اغمق شويه من كده. جيبي بقى كده اي عاوزه تحتفظي بيه في التلاجة، ونجيب برطمانات ونحتفظ بيه في التلاجة، بيقعد عندنا اسابيع، نقدر نعمل بيه يعني اي حلويات. لايك ليه بقى عشان الصوص دوت يستاهل لايك. معانا بقى الكاكاو، معانا كيكه يعني كيكه شوكولاته كده كانت متبقيه عندي طبق زي ما انتم شايفين. فانا هعمل بيها بقى الحلويات دي. هبدأ ان انا اضربها كده في الكبة كويس جدا، ومعايا بقى الصوص الشوكولاتة اللي عملته. هاخد كده حوالي 4 معالق، وهبدأ ان انا اقلبها كويس جدا. انا عاوزاها كلها تتشرب من صوص الشوكولاتة. تمام كده خلاص، دي اول كده طبقة معايا. هبدأ افردها كده في الصينية بتاعتي. يبقى كده خلاص تمام. ببدأ بقى الخطوة التانية معايا ايه. معايا معلقتين من السمنة، بحطهم كده في حلة على النار، و او طاسة كده زي ما انتم شايفين. وهبدأ ان انا اقلبهم لما لونها تحمر معايا. انا عاوزة لونها يحمر، ما يغمقش قوي، يعني لون يبقى ذهبي كده حلو زي ما انتم شايفين كده. تمام كده، بنرفعها بقى من على النار. نبدأ بقى معانا صوص البيستاشيو. انا عاملاه بديله معاملاه انا على القناة عندي لو حابين تشوفوه. نبدأ نقلبه كده مع الكنافة. خلاص نركنه على جنب. معانا بقى الكريم جانتيه، نص كوباية من الكريم جانتيه، ونص كوباية من المية، ومعلقتين من السكر. طبعا الكريم جانتيه حسب ما يتعمل معاكم، يعني كل ما نحتاج نحس ان هو محتاج لميه، بنبدا ان احنا نحط له ميه. زي ما انتم شايفين كده هو يعني نوع حلو. انا بجيب بصراحه النوع اللي هو الخام، يعني مش اللي عليه سكر، لا بجيب النوع الخام. فهو بيبقى يطلع معايا مظبوط، وكمان بيعمل لي كميه حلوه جدا. فلو عاوزين رأيي بصراحة، يعني تجيبوا الكريم جانتيه الخام اللي هو معلوش سكر. بيعمل معاكي كمية حلوة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. تمام كده خلاص، ده الكريم جانتيه بقى بتاعي. بركنه على جنب، وببدأ احضر بقى الخطوة بتاعتي التانية. تمام كده. بجيب بقى الكريم جانتيه بتاعي زي ما انتم شايفين، وببدأ ان انا اخلط عليه معلقة من الكاكاو. خلاص انا حطيت الطبقة بتاعة الكنافة بتاعتي والكريم جانتيه، حطيت عليه معلقة من صوص الشوكولاتة او معلقة كاكاو، وقلبته، وببدأ ان انا افرده فوق الكنافة بتاعتي. وعندي بقى بقية الصوص شوكولاتة، ببدأ ان انا احطه كده على وش الصينية بتاعتي، واعملها كده اشكلها بخلة خشبية يعني تديني منظر كده. وعندي بقى اي كريسبي كده شوكولاتة، ببدأ ان انا احطه على الوش زي ما انتم شايفين كده. يعني احنا عملنا من بواقي الا الكيكه وحبه كنافه صغيرين. وطبعا الكريم جانتيه انا ما استعملتوش كله، انا خدت بس شويه يعني منه، والباقي بحتفظ بيه في التلاجة، بستعمله برضو لاي حاجه عندي. بيطلع معايا يعني حاجه تحفه، طعمه حلو قوي. طعمها كمان كده يعني بتديكي طراوه كده، طعمها حلو قوي. غنيه كده وطعمها ممتاز بصراحه. جربوها على الطريقه دي. وكمان الكنافه لما بتحط عليها الصوص ده بتدي لون حلو قوي للحلويات، بتدي كده شكل حلو قوي. شوفوا الفيديو انا منزلاه على القناه بتاع صوص البيستاشيو، يعني سهل وسريع وبدون تكاليف خالص. اعملوها بقى ان شاء الله تعجبكم. لو عجبك الفيديو متنسانيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه، واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.